المهم هذا ميساج لاي واحد كان مصاحب وتفارق مع صاحبته، وهذا المثال هذا كيطبق عليكم وعليا وعلى اي واحد، فهمتيني؟ شتي فاش كتكون في شي غولاسيون مع شي بنت وكتضمنك هي راه صافي ضمناتك، ولكن كيبقى عندها ديما واحد الغريزه ديال انها الا لقات ما احسن راه غادي تبدلك، الا لقات ما احسن غادي تبدلك. ولا كنتي معاها في الغولاسيون، ووقع واحد مشكل صغير، واحد بتي بروبليم وقع، تفارقتوا، عرف راه ان داك المشكل الصغير راه ماشي هو السبب، وهي راه تفارقات معك قبل بواحد عام ولا شي 9 شهور، غير كانت كتسنى اللحظه اللي غادي يبان واحد المشكل صغير وتقول لك انا بقيت قاده مثلا على هذا الشيء، وتلوح عليك كلشي بحال انت اللي منك المشكل، باش الا تفارقتوا وتقول انت وياه ما كانش عليا ندير داك المشكل. لا، هذاك راه ماشي هو السبب، المشكل الصغير ماشي هو السبب ديال الفراق، هي تفارقات معك قبل بواحد العام في راسها، عام ولا 9 شهور وهي كتوجد لك، فهمتيني شنو غتكون السبه؟ اين فوا كتبان لها السبه صافي كيبان المشكل، هي خص يبان ان المشكل ماشي هي اللي كيدات من الغولاسيون، ولكن داك المشكل اللي درتي صغير راه هي باش انا ما بقيتش غنكمل الغولاسيون. هي كتوجد لك قبل، كتوجد لك بعام ولا 9 شهور وانت ما على بالك والو، عايش قصه غرام وقصه حب، فهمتيني؟ حيت بان في ديك اللحظه ديال 9 شهور ولا عام بان ما حسن، خصها توجد السبه باش مع تجي السبه مع بسلامه، فهمتيني؟ مع ديك اللعبه ديال بسلامه. وتخيل يا خويا هي معاك ديك المده كامله وكتفكر انها خصها تبان ديك السبه وما تبين لك والو، يعني انت ما غتعرف حتى شي حاجه، المهم ديك السبه غير كتبان صافي الله يعاون اللي كانت كتوجد ليها 9 شهور ولا شوف شحال بيد ما بانت، وتقول لك بسلامه حيت السبه منك اخويا انا ما بقيتش قاده، وراه هذاك ماشي هو سبب الفراق، راه بان اخويا شي حاجه بديل محسن، يعني انت ما بقيتيش خدام، وهذاك اللي بان لها محسن يبان لها محسن عاوتاني حتى هي توجد ليه عاوتاني الضريبه ديالو، توجد ليه داك المشكل اللي غيجي باش يبان المشكل ديما منك انت، تقول واه فري ما كانش عليا، وراه ماشي هو داك سبب المشكل اللي كيبغيك راه ما غيخليكش. ان شاء الله.